أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. هنبدأ النهارده نتكلم في الدرس الأخير في الوحدة الثالثة في منهج الدراسات الاجتماعية بالنسبة للصف الثاني الإعدادي، أو هو آخر درس في الوحدة الأولى بتاع التاريخ، وبيتكلم عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا المرة اللي فاتت إن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة المدينة وبدأ في إنشاء الدولة. النهارده بنتكلم عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. خلينا نبدا كده بيتكلم عن غزوات الرسول، الدعوه والكفاح. طيب، بقول لك دي تبدا المرحله الثالثه اللي هي مواجهه المعتدين على الدعوه. بقول لك الرسول خاض الكثير من السرايا وبعدين الغزوات، الهدف مقاومه من يسعى القضاء على هذا الدين. يقصد الدين هنا دين ايه؟ الاسلامي. الرسول يقول لي بما تفسر خاض الكثير من السرايا، خاض الكثير من الغزوات عشان يقاوم من يسعى القضاء على هذا الدين. السرايا، ما المقصود بالسرايا؟ هو المفهوم بتاعها حملات وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين ولم يحضرها، يعني ما كانش موجود معاهم. طيب، ايه الهدف منها؟ اضعاف قوه قريش الاقتصاديه، تمام؟ ليكفوا كيدهم وعدائهم وتحريضهم لليهود على الرسول واصحابه بالمدينه. طيب، هنا الغزوات، معارك خاضها المسلمون بقياده الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين. طيب، هدفها دفاع عن الدين الجديد وحمايه ونشر مبادئه بين الناس جميعا. احنا كده يا استاذ فرقنا بين السرايا وفرقنا بين الغزوات. الغزوات حملات والرسول مش معاهم، الغزوات معارك خاضها المسلمون والرسول كان معاهم. الهدف من السرايا يضعف قوه قريش الاقتصاديه، الهدف من الغزوات يدافع عن الدين الجديد. خلينا نبدا بعد كده نتكلم عن اهم غزوات صلى الله عليه وسلم. طبعا عندي غزوه بدر من هجريه بالترتيب هو: احد 3 هجريا، بني النضير 4 هجريا، الخندق 5 هجريا، غزوه خيبر 7 هجريا، فتح مكه 8 هجريا، حنين برضه في نفس العام 8 هجريا، غزوه تبوك 9 هجريا. هنبدا اول غزوه نتكلم عنها يا جماعه، نتكلم عن غزوه بدر. طب كان سنه ايه يا مستر؟ 2 هجريه. امال اول سنه اللي هي 1 هجريه كان الرسول بيعد الدوله، بنى المسجد واخى بين المهاجرين والانصار وعمل صحيفه المدينه. في 2 هجريا بدات الحروب والغزوات. الاطراف هنا المسلمون وقريش، يعني المسلمون ضد قريش. الاسباب: امر الرسول اصحابه باعتراض قافله لقريش يقودها ابو سفيان بن حرب قادمه من الشام. يقول لي بما تفسر تعويضا لهم عما سلبته قريش منهم عند هجرتهم الى المدينه. ممكن واحد يجي كده من بره ويقول لي ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم هو والصحابه ناس جايبه تجاره يقفوا ويعترضوا ليهم وياخدوا منهم الحاجات دي التجاره اللي معاهم؟ مش كده وبس، ده لو حد حاربهم هيقتلوه. طيب، ده كده مشكله. نقول لك لا، ده كان تعويضا لهم عما سلبته قريش. قريش اخذت من المسلمين اللي كانوا في مكه اللي هم المهاجرين الاموال اللي معاهم، فبدا الرسول عاوز ياخد منهم قافله عشان يعوض المسلمين عن الحاجات اللي خدوها قريش من المسلمين. طيب، لو احنا بصينا كده ادي مكه، ماشيين في اتجاه هنا بدر، طيب وهنا المدينه المنوره. تبقى بدر ما بين مكه والمدينه، بس اقرب لمين؟ للمدينه المنوره. طيب، قائد القافله كان اسمه ابو سفيان بن حرب، غير الطريق بتاعه، بدل ما يعدي على بدر لف من مكان بعيد وبكده غير طريقه فنجا بالقافله. زعماء قريش خدوا جيش وطلعوا واصروا على قتال المسلمين والقضاء عليهم. خرج قريش في جيش عدده ما بين 900 الى 1000، يعني من 900 نقدر نقول لحد 1000. طيب، حتى وصلوا الى بدر اللي هو مكان المعركه. طب الرسول استشار اصحابه واشار عليه بالخروج القتالي. كان عدد المسلمين 313، 313 عدد المسلمين.
خلي بالك عدد قريش كام؟ اكتر من 900 واقل من 1000. خلي بالنا من النقطه اللي جايه دي بتيجي في الامتحان. من يكون اشار على الرسول ان يعسكر عند اقرب بئر من ابار بدر؟ الحباب بن المنذر او الحباب بن المنذر. اشار على النبي ان يعسكر عند ادنى بئر من ابار بدر، وبعدين شجع النبي اصحابه على القتال، اشتروا بنصر الله لهم، ودعا ربه فمد الله بملائكه من عنده لتحارب معه، اذ يمدكم الله ب1000 من الملائكه مردفين، يعني جاهزين للحرب والقتال. النتائج: انتصر المسلمون. خلينا قاعده اساسيه ناخد كل المعارك انتصار المسلمين ما عدا غزوه احد، كانوا منتصرين وفي الاخر اتهزموا. وهزيمه قريش برغم قله عددهم، وذلك بسبب قوة إيمانهم، وأخذ المسلمون بأسباب النصر. خلينا كده نتكلم عن الدروس المستفادة، التأكيد على مبدأ الشورى. يقول لي ده بقى إزاي في غزوة بدر أو كان الرسول يستشير أصحابه والتأكيد على مبدأ الشورى؟ هو في غزوة بدر عندما أشار عليه الحباب بن المنذر أن يعسكر عند أقرب بئر من أبوار بدر. ما المقصود بالسرايا؟ حملات وجهها الرسول ولم احضرها، يعني ما كانش موجود معاهم. طيب الغزوة حملات بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ نبدأ بقى كده ونكمل نتكلم عن غزوة أحد. غزوة أحد كانت سنة كام يا أستاذ؟ هجرية. طيب الأطراف المسلمون ضد قريش. أسبابها رغبة قريش في الانتقام من المسلمين لازمتهم يوم بدر. تبقى الصقر اللي كان موجود عندهم عاوزين ياخدوا بطارهم من لازمتهم في غزوة بدر. الأحداث: عدد قريش جيشا عدده 3000. طيب مقاتل، فتحركوا نحو المدينة حتى نزلوا قريبا من جبل أحد، فاستشار الرسول أصحابه فشاروا عليه بالخروج من المدينة. خرج المسلمون لقتال قريش وخرجوا من المدينة. خرج الرسول في 1000. الرسول اللي كان معاه كام؟ 1000. وقريش كان معاه كام؟ 3000. في الطريق رجع عبد الله ابن سلول زعيم المنافقين، ودي بيجي في الامتحان: من يكون عاد بثلث الجيش وكان زعيم المنافقين في غزوة أحد؟ مين؟ عبد الله ابن سلول عليه لعنة الله. اختار الرسول 50 راميا للوقوف على جبل يشرف على أرض المعركة. اختار 50 واحد يقفوا على الجبل يسمى جبل الرماة، علشان لو قريش حبت تلف من خلف المسلمون الرماة دول يضربوهم بالسهام. أمر الرسول بأن يتحركوا من أماكنهم في حالة النصر أو الهزيمة إلا بأمره، يعني ما يسيبوش المكان بتاعهم سواء انتصروا أو اتهزموا. المسلمين دارت المعركة، كان النصر في البداية حليف المسلمين. خلف الرماة وهم الرسول وتركوا أماكنهم لجمع الغنائم. سابوا المعركة بقى خلاص قريش اتهزمت وراحوا ينزلوا ياخدوا الغنائم. النتيجة المترتبة على ذلك: مين بقى اللي يستغل الفرصة؟ خالد بن الوليد، وكان لسه ما أسلمش. استغل الفرصة واستدار خلف الجبل وانقض بجيشه على المسلمين. بدأ يلف بالجيش اهو ويجي خلف المسلمين، وده كان يكون سبب في هزيمة المسلمين. آنذاك تحول نصر المسلمين إلى هزيمة. الدروس المستفادة: ضرورة الالتزام بأوامر القائد في الحرب. نكمل كده مع بعض ونشوف الحل. لمن تنسب أشار على الرسول أن يعسكر عند أدنى بئر من آبار بدر؟ الحباب ابن المنذر. طيب عدد ثلث الجيش في غزوة أحد؟ لعد ثلث الجيش طبعا هو زعيم المنافقين عبد الله ابن سلول. استدار جيش الكفار خلف جيش المسلمين وانقض عليهم في غزوة أحد. لف خلف الجيش بتاع الكفار والجيش المسلمين وانقض عليهم في غزوة أحد طبعا خالد ابن الوليد، ولم يكن قد أسلم بعد. قائد كفرة الكفار الذي جاء من الشام وأراد المسلمين السيطرة عليها: أبو سفيان بن حرب. طيب ما النتيجة المترتبة على مخالفة الرماة أوامر الرسول في غزوة أحد؟ يتحول
نصر المسلمين إلى هزيمة. طيب بعد كده نتكلم عن إيه؟ غزوة الخندق كانت عام كام يا جماعة؟ 5 هجرية. طيب إيه الأطراف؟ قريش ضد، طبعا قريش ومعها حلفائها ضد المسلمين. طيب الاسباب تحريض يهود بني النضير لقريش والقبائل المجاوره لها على قتال الرسول واصحابه، بس قبل قريش لا. تبقى بني النضير دول فئه من اليهود المدينه اخرجهم الرسول بعد كده لغدرهم وخيانتهم. كان بيحرضوا مين؟ قريش وحلفائها والقبائل الثانيه على قتال المسلمين، وبالفعل خرجت قريش بجيش كبير بلغ عدده 10,000 متجهين نحو المدينه القضاء على الرسول واصحابه. استشار الرسول اصحابه فاشار سلمان الفارسي بحفر خندق حول المدينه، فوقف ذلك النبي وصار هو واصحابه في حفر خندق وتم الانتهاء منه قبل مجيء المشركين. طيب يا ترى الرسول كان معاه جيش قد ايه؟ قال كان معاه 3,000 مقاتل، فكان الجبل خلفه والخندق امامه. رأت قريش حلفائها الخندق فقالوا انها مكيده ما عرفتها العرب من قبل. يقول لي من قال هذه العباره؟ قريش. قالتها لمين؟ طبعا قالوها عنده، ومن المناسبه التي ذكرت فيها عندما وجدوا الخندق الذي حفره المسلمون. طيب بعد كده فرضوا حصار على المسلمين، وبعدين غادر يهود بني قريظه بالعهد الذي كان بينهم وبين الرسول وانضموا للمشركين، فاشتد الحصار على المسلمين، عدو من الداخل واخر من الخارج. افتكروا ان الرسول كان عامل صحيفه المدينه، وكان من ضمن شروطها ان اليهود الموجودين في المدينه يدافعوا عن المدينه في حاله تعرضها للهجوم، يعني هم والمسلمين يقاتلوا من ياتي الى المدينه. هنا يهود بني قريظه غدروا بالمسلمين واصبحوا مع مين؟ مع قريش. تبقى العدو من الداخل بني قريظه، والعدو اللي من الخارج قريش وحلفائها. طيب استمر الحصار شهرا حتى ارسل الله ريحا شديدا، بعت لهم ريح شديده اقتلعت خيام المشركين وشتتت شملهم. النتائج انتصر المسلمين وعاد المشركون الى بلادهم خاسرين. طب ايه الدروس المستفاده من غزوه الخندق؟ طيب اول حاجه التماس النصر من عند الله. طيب هنا بني قريظه عمل معهم الرسول، قال تخلص منهم، طردهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينه بعد انتصاره في غزوه الخندق. وطبعا من الدروس المستفاده كمان التاكيد على مبدا الشورى، واخرجهم من المدينه بسبب غدرهم وخيانتهم. طب اخرج مين؟ يهود بني قريظه. تبقى نخلي فيه اختلاف بين بني النضير دول ايه؟ حرضوا قريش وحلفائها. بني قريظه خانوا العهد وانضموا الى قريش في غزوه الخندق. هنشوف بعد كده الى من تنسب الاعمال الاتيه. اشار الرسول بحفر الخندق. يا ترى مين؟ سيدنا سلمان الفارسي. طيب عاد مسلم في الجيش في غزوه احد. قلنا عبد الله ابن سلول صدر حول جيش المسلمين في غزوه، طبعا في غزوه احد. طبعا خالد ابن الوليد غادر بالعهود وبالنبي في غزوه الخندق. بني قريظه حرضوا قريش والقبائل على قتال المسلمين وكانوا سببا في غزوه الخندق. بني النضير. طيب أخذ الرسول بمبدأ الشورى في غزوة الخندق، دلل استشار أصحابه فأشار سلمان الفارسي بحفر خندق. نتكلم بعد كده عن صلح الحديبية. كان السنة كام؟ 6 هجريا، وكده تبدأ المرحلة الرابعة. طيب اللي هي عالمية الدعوة، وهي مواجهة من يقف ضد حرية نشرها ظروف العقد.
خرج الرسول وجمع من اصحابه القاصدين مكه لاداء العمره. نزل الرسول بمكان يسمى الحديبيه، عشان كده سمى قصاده صلح الحديبيه بالقرب من مكه. وبعدين بعد مين؟ ارسل عثمان بن عفان الى قريش ليه؟ يخبرهم بانه لم يأتي للقتال، ولكن قريش اصرت على منعهم من دخول مكه. تاخر عثمان فاشيع خبر مقتله، الشيعة ان هو اتقتل، فبايع الرسول اصحابه على قتال قريش، فسميت بيعه الرضوان. لكن سرعان ما عاد عثمان وارسل قريش رسلا لمفاوضه الرسول صلى الله عليه وسلم. توصل الطرفان الى صلح عرف بصلح الحديبيه. شروط الصلح، البنود بتاعته ايه؟ ايقاف الحرب بين الطرفين 10 سنوات، يؤجل دخول المسلمين والرسول الى مكه للعام القادم، ما يحبوش السنه دي، يحبوا السنه الجايه. من اراد ان يدخل في حلف محمد دخل، ومن اراد ان يدخل في حلف قريش دخل. فدخلت خزاعه في حلف الرسول، ودخلت بكر في حلف قريش. من اتى الى قريش من المسلمين لا ترد، يعني اي واحد هيهاجم من المسلمين مرتد وراح لقريش يقعد عندهم، قريش ما ترجعوش. وبعدين اللي يجي عند سيدنا محمد من قريش يرجعهم ليه. نتائج نتائج الصلح، عن ما النتائج المترتبه على صلح الحديبيه؟ يا ترى ايه اللي ترتب؟ عاد الرسول الى المدينه، رجع الرسول الى المدينه، وكان هذا الصلح فتحا مبينا حيث بدا في ارسال الرسل الى الملوك. يبقى يقول لي بما تفسر يعتبر هذا الصلح فتحا مبينا؟ قال ان الرسول ارسل الى الملوك يدعوهم الى الاسلام، وبدا مرحله نشر الدعوه عالميا ومواجهه كل من يقف امام تبليغها ونشر فضائلها بين الناس جميعا. هي الدروس المستفاده من صلح الحديبيه: احترام العهود والمواثيق. اثنين، اهميه دور المراه في المجتمع الاسلامي. قول لي بقى يا عم فين دور المراه هنا في الغزو ده؟ احنا ما شفناش ولا واحده ست. السيده ام سلمه زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كان لها دور كبير في صلح الحديبية. ولو هنطلع بره المنهج معلومة مصرية، السيدة أم سلمة طبعا الصحابة كانوا لا يرضون عن هذا الاتفاق، فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت معه زوجته أم سلمة، فعرض عليها الأمر فقالت اخرج وادع حلاقك، لأن في العمر بيقصوا شعرهم، فليحلق لك شعرك فسيفعله مثلك. ففعل الرسول ففعلوا مثله. وده نشوف ذكاء السيده ام سلمه رضي الله عنها زوجة الرسول ام المؤمنين. طيب، ما هو دور كل من سلمان فالسيف في غزوه الخندق؟ اشار على الرسول بحفر خندق. طيب، عثمان بن عفان في صلح الحديبيه دوره، سيدنا عثمان بن عفان ارسله الرسول ليخبر قريش أنه لم يأتي أنه لم يأتي لحرب أو. طيب، أم سلمة في صلح الحديبية كان لها دور في صلح الحديبية. طيب، بني قريظة في غزوة الخندق كان الرسول وانضم إلى قريش. طيب، بما تفسر لم تستطع قريش ان تسارع في غزوه الاحزاب بسبب الخندق الذي حفره المسلمون. هذه نقطه ارسل الله عليهم ريحا شديدا، فده سبب الرعب وخلاهم يتركوا المكان. بعد كده عدم دخول الرسول والمسلمون مكة في صلح الحديبية. ونذكر السبب ليه الرسول والمسلمون ما دخلوش مكة في صلح الحديبية: لأنهم اتفقوا مع قريش ألا يحبوا هذا العام ويحبوا
العام القادم. أكمل مشروع صلح الحديبية. وقف حرب بين طرفين 10 سنوات. طيب وإيه تاني؟ أن لا يحج المسلمون هذا العام ويحج العام القادم. خلينا ندخل بعد كده على غزوة خيبر. كان سنة كام يا مستر؟ 7 هجريا. طيب خيبر دي يهود الأطراف المسلمين عددهم 1600. اليهود طبعا ضد اليهود، لا مش معروف لهم عدد لأنه ما خرجوش لحرب الرسول، كانوا متحصنين. طب أسبابها أراد الرسول فتح خيبر. دول اللي بما تفسر مركز مؤامرات ودسائس وغدر وخيانة. طيب واثنين مأوى المثير اشتكى من اليهود بتحريضهم القبائل على قتال المسلمين. الأحداث خرج الرسول بجيش عدده 1600 فحاصر خيبر حتى استسلمت كل حصونها. النتائج استسلم كل حصون خيبر وانتصر المسلمون. سمح لهم الرسول بالبقاء يعملون في أراضيهم مقابل تأدية نصف محاصيلهم للمسلمين. يعني كده يهود خيبر هيقعدوا في الأرض يزرعوها والمسلمين يأخذوا نصف إنتاج المحصول. الدروس المستفادة عدم التآمر على الآخر والتسامح والعفو والمقدرة. فضل اليهود خيبر في المدينة لحتى ما جاء سيدنا عمر بن الخطاب وأخرجهم من المدينة، وكده انتهى الوجود اليهودي في المدينة نهائيا. طيب بعد كده نتكلم عن فاتح مكة. كان سنة كام؟ 8 هجري. طيب. الأطراف المسلمون عددهم 10,000 ضد قريش. أول مرة نشوف المسلمين 10,000 وضد مين هم يا جماعة؟ ضد قريش. طيب قريش مش مكتوب لها عدد جيش ليه؟ لأنها ما حاربتش. أسبابها لأن قريش إيه سبب الحرب؟ نقضت العهد مع الرسول وتحالفت مع قبيلة بكر ضد قبيلة خزاعة. افتكروا خزاعة دي كانت مع الرسول في حلف الرسول. قريش كان معاه قبيلة بكر، هما الاثنين هاجموا على خزاعة وقاتلوا منهم أعداد كبيرة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد فتح مكة لأن خزاعة كانت في حلف مع المسلمين وقاتلوهم وهم آمنون مطمئنون. أحداثا خرج الرسول بجيش عدده 10,000 مقاتل إلى مكة. نتيجة فتح الرسول مكة دون قتال وعفى عن أهلها. أتى إليه الرجال والنساء من قريش يعلنون إسلامهم ويبايعونه على عبادة الله الواحد الأحد. الدروس المستفادة من فتح مكة عدم رد الإساءة، التسامح والعفو عند المقدرة. عندما فتح الرسول مكة قال قريش ما ترون أني فعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وعفى عنهم. نبدأ نكمل بعديها. هنكمل عن غزوة حنين 8 هجريا. الأطراف المسلمون ضد قبيلتي هوازن وثقيف. طيب أسبابها قبيلتي هوازن وثقيف قررت قتال المسلمين. أحداثها خرج الرسول بجيش اللي فتح مكة ومعه عدد من المسلمين الجدد حتى وصل إلى وادي حنين بين مكة والطائف. شعر المسلمين في تلك الغزوة بالقوة بتاعتهم، كان معاهم 10,000 ومعاهم ناس أسلمت من مكة. وقال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة، ده احنا كتار قوي. اختل توازن المسلمون في بداية المعركة أمام الهجوم المفاجئ لقوات المشركين، ولكن الرسول ثبت في موقعه وأمر عمه العباس أن ينادي على الناس فاجتمعوا وانتصروا على عدوهم. ليه اختار عمه العباس؟ لأنه كان جهير الصوت، صوته عالي جدا. طيب النتائج انتصر المسلمون في نهاية الأمر على عدوهم. الدروس المستفادة من غزوة حنين النصر لا يأتي بكثرة العدد والعدة ولكن بطاعة الله وقوة إيمان. نبدأ بعديها كده نحل بعض التدريبات. من أقول أخرجت اليهود من شبه الجزيرة العربية؟ ده سيدنا عمر بن الخطاب. طيب أمرنا الرسول أن ننادي على المسلمين في غزوة حنين؟ العباس عم الرسول. دخلت في حلف المسلمين بعد صلح الحديبية؟ قبيلة خزاعة. ما الدروس المستفادة من غزوة حنين؟ ولا الدروس المستفادة النصر
لا يأتي بكثرة العدد ولكن بقوة الإيمان. نبدأ نكمل بعد كده يا جماعة عن غزوة تبوك. كانت سنة 9 الأطراف المسلمون ضد الروم. أول مرة نشوف المسلمين يحاربوا الروم أو تبقى في جيش ضد الروم. عدى الروم جيشا كبيرا لقتال المسلمين. ده الأسباب الأحداث. الرسول عمل جيش كبير عدده 30,000 مقاتل. الرسول تحرك والمسلمون ناحية تبوك التابعة للروم. لم يجد الرسول أحدا من الروم حيث قذف الله في قلوبهم الرعب، خافوا وتفرقوا جميعا. النتائج: عاد الرسول بجيشه سالما إلى المدينة. الدروس المستفادة من غزوة تبوك: بذل النفس والمال في سبيل الله، في سبيل الله عز وجل. طيب، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دي آخر حاجة هنتكلم فيها في الدرس. طيب، وفاة النبي كان سنة 11 هجريا. طيب، في عام 10 الرسول راح أدى فريضة الحج فيما يسمى بحجة الوداع، خطب في الناس مبينا لهم مبادئ الإسلام. بعد ما عاد المدينة في سنة 11 برد في العام الثالث، وبعدين توفى في الثاني عشر في الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام 11 هجرية، بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة فجزى الله على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. طيب، بكده يا جماعة نكون خلصنا الدرس وخلصنا الوحدة. مش بتبقى عندنا إلا الخلفاء الراشدين، وده يكون موضوع الدروس اللي جاية إن شاء الله. لو احتجتوا أي حاجة تقدروا تتواصلوا معانا على رقم الواتس الموجود عندنا، سواء عاوز المذاكرة أو عاوز أي حاجة أو عاوز إجابة أسئلة وأسئلة، أو تقدر تبعت لنا في التعليقات. بس ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وأي حاجة محتاجة تقدر تتواصل معنا في التعليقات. كان معكم معلم أول المادة مستر جبريل محمود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.